مساء الخير. تتواصل المطالبات بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وتنصب على محورين: الأول قانوني هو محاسبة الجنات ومن يقف خلفهم وإنصاف الضحايا وتقديم الدعم لهم، والثاني سياسي يتمثل بضرورة معاقبة النظام السوري والأطراف الأخرى المسؤولة عن هذه الهجمات، وذلك من خلال وقف أي توجه لإعادة العلاقات مع دمشق والضغط على حلفائها لضمان عدم استمرارهم في عرقلة العدالة على هذا الصعيد داخل مجلس الأمن وخارجه. ضيوفي في حلقة اليوم من لاهاي روان السمان عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن لندن بسام طبلية الخبير في القانون الدولي، ومن واشنطن كارولين روز كبيرة باحثي في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة. خلال السنوات العشر الأخيرة وقع عدد كبير من الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا. التفاصيل وهوية الأطراف المسؤولة من تابع به التقرير. منذ عام 2011 وقعت العديد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. ففي أغسطس عام 2013 شنت قوات النظام السوري هجوماً على الغوطة الشرقية قرب دمشق، واستخدمت فيه غاز السارين، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل بينهم مئات الأطفال. كذلك اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قوات النظام باستخدام غاز الكلور في هجمات على بلدات تلمنس وأسرمين وقميناس في الشمال السوري عامي 2014 و2015. كما اتهمت تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب عام 2015. وبحسب المحققين الأمميين فقد استخدمت قوات النظام أيضاً الكلور والسارين في هجمات على بلدة لطامنة في محافظة حماة عام 2017. كما استهدفت غارة جوية لقوات للنظام بالغازات السامة مدينة خان شيخون في إدلب في 4 أبريل عام 2017، ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم عشرات الأطفال. ورداً على هذا الهجوم وجه الجيش الأمريكي ضربات صاروخية في 7 أبريل لقاعدة الشعيرات الجوية في وسط سوريا. وكان تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلص إلى استخدام غاز الكلور في هجوم لقوات النظام السوري على مدينة دوما قرب دمشق في 7 أبريل عام 2018، ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً على الأقل. ويشار إلى أن هجمات أخرى بأسلحة كيميائية وقعت في مناطق عدة في سوريا من دون تحديد هوية الجهة أو الجهات التي تقف وراءها. مرحب فيكم ضيوفي مرة ثانية جميعا. سؤالي الأول لك سيدة روان، سنوات وسنوات مرت على الهجمات الكيميائية في سوريا، أين أصبح ملف العدالة ومحاسبة الجنات بشأنه؟ تحياتي لك أستاذة روشان وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. الحقيقة استخدام النظام السوري مثل ما حضرتك تفضلتي في التقرير أنه هو مثبت يعني من قبل العديد من الهيئات ولجان التحقيق. دعيني بداية يعني قبل أن نتحدث عن المحاسبة فقط أضيف بعض التواريخ المهمة للتقرير الذي يعني قمتم بعرضه. مشكورين. نحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان وثق يعني أول هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية في قاعدة بياناتنا ب 23 كانون الأول 2012. الآن النظام السوري تدرج في استخدام الأسلحة الكيميائية، يعني يضرب يعمل هجوم بالكلور، يسقط ضحايا قتلى مصابين، أعداد قليلة من القتلى والمصابين لحتى يختبر ردود الفعل الدولية. ارتكب نحن وثقنا قبل أيلول 2013 33 هجوم، يعني عندنا قرابة 30 هجوم قبل هجوم الغوطتين الكبير في 21 آب 2013. الآن استخدم السارين بهجوم الغوطتين وصار في ردود فعل دولية وصار في تهديد بخطوط حمراء
فكانت النتيجة أنه انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وب 14 أيلول أودعت الحكومة السورية صك انضمامها للاتفاقية. وأيضا بذات اليوم في عنا هون اتفاق مهم الحقيقة نشير إليه، اللي هو الاتفاق الروسي الأمريكي يلي نص على القضاء على الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف 2014. هاي النقطة بعد قليل لما رح نحكي عن المحاسبة رح نرجع لها. نعم. الآن ب 16 ب 27 أيلول أصدر مجلس الأمن قرار 2118، أول قرار متعلق بالأسلحة الكيميائية، وذكر التدخل تحت الفصل السابع إذا تم إعادة استخدامها. بقانون ثاني 2016 أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه آخر مادة من الأسلحة الكيميائية تم تدميرها، آخر أسطوانة تم تدمير 75 أسطوانة من فلوريد الهيدروجين تم تدميرها. ولكن ماذا عن المحاسبة تحديدا؟ محاسبة الجنات المتورطين في هذه الهجمات. تمام. الآن التقارير الأممية يلي صدرت أثبتت استخدام النظام السوري بعد هي التواريخ، يعني خان شيخون هي بعد، لطامنة بحما هي بعد، وبالتالي النظام السوري خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ذلك لم تتم المحاسبة. لم يتم الالتزام بقرارات مجلس الأمن الصادرة 2118 وأيضا 2235، ولم يتم فرض حتى عقوبات من قبل مجلس الأمن. العقوبات المفروضة على النظام السوري هي عقوبات دول. الآن نحن نطالب اللجان الأممية التي تقوم بتحديد المسؤولية عن مسؤولية النظام السوري أن ننطلق لمرحلة أعلى، وهي تحديد متورطين بعينهم في النظام السوري، لأنه عملية إصدار قرار بالهجوم الكيميائي في سوريا هي عملية معقدة، وهو قرار منهجي ومدروس، وبتدخل فيه العديد من الأطراف اللي رح أذكر. نعم. عدد. أريد أن أنتقل لضيفي سيد بسام. سيد بسام، من ناحية قانونية، ما الذي وضع العصي في دواليب العدالة بحيث لم تتم يعني محاكمة أو ملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات؟ حقيقة هي المنظومة الدولية بحد ذاتها، إذ أن الأمور تتطلب دائما العودة إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على قرار للخطوة اللاحقة أو الخطوة التالية. ما نشاهده هو استخدام الفيتو الروسي لعشرات المرات، وبالتالي الأمر الذي يمنع التطور أو التقدم في أي ملف كان بمواجهة اتخاذ أو بمواجهة المعاقبة أو عدم الإفلات من العقوبة. ما شاهدناه حقيقة هو صحيح أنه قد صدر القرار الأممي 2118 والذي نص أن النظام ملتزم بتسليم الأسلحة الكيماوية وتحت الفصل السابع، ولكن تم استخدام السلاح الغاز السارين وغيرها في مرحلة لاحقة، وتم استخدام الكلور الذي أضيف لاحقا أنه أصبح من الأسلحة المحرمة. ولكن ما شاهدنا أن عندما يراد العودة إلى مجلس الأمن من أجل المضي قدما في هذا الموضوع نجد الفيتو الروسي يمنع ذلك. إذن الهيكلية وعملية استصدار القرار بشكل عام في أروقة الأمم المتحدة هي التي فيها خلل، وبالتالي يبقى على الدول حقيقة محاولة إعادة هيكلة هذه المنظومة، بحيث لا يمكن لفرد لدولة من الدول أن تقوم بمنع الحصول على قرار، وخاصة أنه مثل هذا القرار ينتهك العديد من المعاهدات الدولية، وخاصة أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين، يهدد كثير منها يعني مثلت ويمكن وصفها بجرائم حرب وانتهاك للقانون الإنساني الدولي. إذن عملية الحصول حقيقة على قرار من أجل متابعة الموضوع هو ما يمكن أن نقول أنه يوجد مشكلة في هذا الموضوع. إذن هذا هو هناك السبب الكثير يعني من الأدلة في هذا الصدد. نعم، نقطة جدا مهمة أريد أن أطرحها على سيد روز كما تفضل ضيفي بأن منهجية عمل اتخاذ هذه القرارات في الأمم المتحدة هو السبب بعدم إمكانية اتخاذ قرار حتى هذه اللحظة. هل من الممكن أن نصل إلى مرحلة المحاسبة مع وجود هذه الهيكلية الموجودة في الأمم المتحدة ووجود إعطاء روسيا حق تقديم الفيتو على قرار يمس يعني الإنسان وحقوق الإنسان بهذه الطريقة؟
نعم، مرحبا لك ولمشاهديك. إن الزميل الذي تحدث هو محق حول أن نظام الأمم المتحدة نظام غير ناجع هيكليا بسبب دور الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن، وهذه الفيتو الذي سمح لروسيا وللآخرين بالانخراط في مجلس الأمن ومعارضة أي خطوة من أجل إحقاق العدالة والمساءلة بالنسبة لمن استخدم الأسلحة الكيميائية ضد السوريين. حتى الأشياء الصغيرة ومنها الاجتماعات بين النظام السوري ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. مؤخرا كان هنالك معارضة روسية وحتى معارضة من دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات الشهرية بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والنظام السوري، وأيضا الاستشارات بين مجموعة التقييم والنظام السوري لم تكن ناجحة. حتى الأمور الصغيرة مثل الانخراط الدوري وتحديد والتحقيق في المزيد من الاستخدام للأسلحة بموجب الجدول رقم 2، وهذا أيضا صعب. بذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على المدى القصير على الأقل بأن يخضع النظام السوري للمساءلة والمعاقبة للجرائم التي اقترفت بحق السوريين المدنيين. نعم، رح ارجع لك سيدة روان. مثل ما تفضلتي تمت إدانة النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضا تم إدانة أطراف أخرى واتهامها باستخدام هذه الأسلحة. أين أصبح ملف محاسبة لهذه الأطراف الأخرى؟ صحيح. الآن فيما يخص تم إدانة تنظيم داعش في 5 هجمات فقط من قبل اللجان الأممية. ملف المحاسبة مثل ما تفضلوا السادة الضيوف هو المحاسبة الجنائية متوقفة بسبب 6 فيتو روسي متعلقين بالأسلحة الكيميائية بسوريا. فكان أمامنا فيما يخص النظام السوري هي المحاسبة السياسية أو الأشكال الأخرى من المحاسبة، واللي هي مثلا توسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشمل تحديد مرتكب الانتهاك. هذا كان شكل من أشكال المحاسبة اللي تحققت بسبب الحالة بسوريا وتضحيات الضحايا بسوريا. كان في أشكال أخرى من المحاسبة هي العقوبات، أيضا أحد الأشكال. كان عندنا شكل أيضا هو تسمية المجرمين وتحديدهم وتعريتهم من أجل عدم إعادة العلاقات معهم، أيضا عدم إعادة العلاقات مع النظام السوري. هذا أمر جدا مهم لا يبقى هو منبوذ من هذا المجتمع، لأنه استخدم أسلحة دمار شامل ضد شعبه. طيب، عند هي النقطة أريد أن أطرح سؤالي على سيد بسام. سبق لهولندا أن أعلنت أنها ستقدم دعوة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات النظام السوري بحق السوريين بما فيها الهجمات الكيميائية. أين أصبحت هذه الدعوة؟ بداية يجب أن نميز بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية هي المحكمة التي تنظر بالنزاعات ما بين الدول، على سبيل المثال ما بين نزاع على الحدود، النزاع على السيادة، اتفاقيات معينة، انتهاك لاتفاقيات معينة. وبالتالي هذه المحكمة عندما تصدر القرارات ليس لها مخالب عسكرية خلينا نعتبر، وبالتالي يبقى هذا القرار إن لم يكن هناك إرادة قوية من مجلس الأمن من أجل تنفيذ هذا القرار، يبقى هذا القرار حبر على ورق. وبالتالي وصلنا نفس الموضوع سابقا، أنه هذا القرار يجب إحالته إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على قرار، وبالتالي نشاهد الفيتو الروسي الذي يقف منيعا في تحقيق أي تقدم في تحقيق العدالة. حقيقة الأمر الذي يثير التساؤل وهو أن إذا ما درسنا على كافة الأصعدة القانونية،
أن النظام بالنسبة للدستور السوري على سبيل المثال يمكن اتهامه بأنه قام بالخيانة العظمى، وبالتالي هو لا يمثل الشعب السوري وهو قتل الشعب السوري، وبالتالي هو نظام فاقد للشرعية حقيقة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أروقت الأمم المتحدة ما زالت إلى هذه اللحظة والدول تعترف بهذا النظام، رغم أنه قد تبين وثبت بعدة من خلال لجنة تقصي الحقائق بمرحلة لاحقة، ثبت أن النظام هو من قد استخدم هذه الأسلحة الكيماوية. أيضا هناك الكثير من الدلائل والمؤشرات، على سبيل المثال اسطوانتين من الغاز الساري مدمرتين وجدا لدى النظام. أيضا ثبت الكثير من الحوادث استخدام الأسلحة لغاز السارين وغيرها، والنظام عاجز إلى هذه اللحظة عن التعاون مع منظمة حظر الأسلحة، عاجز أو يقدم أدلة أو إعلان أو قرارات متناقضة ناقصة، لا يريد أن يتعاون، لا يرفض إعطاء التأشيرة لأحد أعضاء اللجنة من أجل متابعة والسير في هذا الموضوع. إذن الكثير من الأمور التي يقوم بها النظام بمواجهة من أجل عرقلة العدالة. يعني يقوم النظام بعرقلة، السؤال الذي يطرح نفسه، يقوم النظام بعرقلة الوصول إلى يعني نهاية أو يعني حل أو إجابة لهذه والعدالة لهذه الاتهامات. سيدة روز، إلى أي مدى تضر عودة العلاقات مع النظام السوري على ملف العدالة وتحقيق العدالة ل يعني ضحايا هذه الهجمات الكيميائية؟ أظن طبعا أننا لم نرى تقدما محرزا بالنسبة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، لا سيما في أروقة واشنطن. الولايات المتحدة والكثير من شركائها فالتطبيع لا يتم النظر فيه. ما رأيناه بالنسبة للتطبيع والتقارب بين سوريا وجيرانها، من الهام أن نلحظ بأن المساءلة والتعويض للسوريين المدنيين لم يكن في إطار محادثات التطبيع. أما التركيز على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، علينا أن نتذكر بأن السوريين المدنيين يتم التغاضي عنهم، وأنه أيضا يتم التغاضي عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية. وإذ ننظر بإخضاع النظام السوري للمساءلة، سيتطلب ذلك نوع من التسوية السياسية الواقعية في سوريا، وهذا قد يستخدم من أجل دفع قدما للتعويضات والمساءلة والمحاسبة والعدالة للشعب السوري. ولكن وإذ يستمر النظام السوري بالسيطرة على الأراضي وروسيا تواصل دعمه في سوريا، فتستخدم روسيا موقعها في مجلس الأمن الدولي من أجل عرقلة العدالة للشعب السوري وضحايا الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية. سيكون صعبا جدا، ولكن أعتقد ربما في المستقبل باتفاقية مكتوبة خطية ووثائق خطية سيكون هنالك واقع يؤدي إلى بعض المساءلة والمحاسبة. نعم، قبل ما أطرح سؤالي عليك سيدة روان، دعونا نتابع شهادات عدد من الناجين من هجمات كيميائية في سوريا. تاريخ 4/4/2017 قام الطيران الحربي بغارة على خان شيخون، كانت كيماوي. المهم نزلنا من بين محل الصاروخ، مرينا من محل الصاروخ هيك في دخان أصفر. المهم نزلنا على الحارة، في عالم ما نشوفها إلا التقاع، عم بيطلع مزبط من تمه والتقاع. وصلت لقدام شوي قبل الدار، أحمد طلع على دارهم، وأنا في أبو أيمن وأميمن الجوهر هدول استشهدوا. عم بيطلع زبد من تمه، وانا عم بحكيهم، عم بقول لهم اشفي بس اشفي، يعني ما في الضربه هون شباكهم، ما يقدروا يحكوا، بدهم يحكوا ما يقدروا يحكوا. رحت باتجاه اهلي، انا بعرف حالي مشيت لعندهم، فقدت الوعي يمكن بعد شيء للعصر تقريبا لحتى صحيت ما بعرف شيء. بعرف انه من الحكي من اللي حدي وانا غايب عن الوعي تقريبا، بقول لك انه مثل اذا ما نام فلان مات وهذا متصاوب.
أخواتي كلياتهم تصاوبوا، جيراننا مثلا كلياتهم استشهدوا. اللي صار انه انا بيوم الساعه 6:30 الصبح قام بمنادات احد الجيران انه تعال اسعفناك. حملت اطفالي وقلت لها لزوجتي بعدي على المكان، فرحت انه اسعفهم. فبتفاجئ انه عدد الاصابات وكل واحد يكون ماشي يوقع، حالات الزبد، شخص بالعينين، ارتجاف. حسيت انه جسمي بلش يتعب. هاي اللحظات كلها يعني تعتبر انه بلحظات. فأنا حاولت إني أقرب، كان مو بعيد بيت أهلي عني، يعني جيران بيناتنا. ففوراً توجهت على بيت أهلي. بتفاجأ بأخوي ياسر محاول يسعف ابنه عمار الصغير مو قدران، وعبد الكريم أخوي مستشهد، وأقاربي مستشهدين حاولين يسعفوا بعضهم. جيراننا ما حدا قدران، كلهم فارق الحياة. هون أنا غبت عن الوعي. رجعت أخذوني، ودعت أطفالي ودفنتهم بإيدي، واندفن حلمي معهم. كنا بدون يوم ضربة الكيماوي، كل البلد نازل ضرب براميل هليكوبتر والحربية عم ضرب، كلنا بالأبو، كل البلد بالأبو، ما في حدا برا بالشوارع. قاعدين والله ولا عيطوا، اولاد عمي طلعوا فوق برا عم يطلعوا، نزل صاروخ فجر ما او ما فجر الصاروخ، ما طلع صوت انفجار، عم يطلعوا قاموا عيطوا كيماوي. طالع دخنة صفراء لون اصفر. حملت بنتي على ظهري من قلب الابو وطلعت بدي انزلها على النفق، تاري النفق مليان كيماوي. شيلها بالنفق، اختنقها بالنفق بريحة الكيماوي. طبعا هي يعني جزء من شهادة لآلاف من تم إصابتهم في الهجمات الكيميائية. سيدة روان، ما هي أبرز وجوه معاناة ضحايا الهجمات الكيميائية؟ يعني هنا نتحدث عن أوضاعهم الصحية والمعيشية. أبرز أساليب، يعني أبرز أوجه المعاناة هي يعني نابعة من طبيعة هذا السلاح. ضحايا السلاح الكيميائي من يقتل منهم، يعني يقتل بلا دم، يختنق خنقا. فالحالات الآلام النزاع التي يعانيها وآلام من ينظر إليه، من يشاهد هذه المشاهد، هي آلام الحقيقة فظيعة، إضافة للإصابات الثانوية. يعني كل من يقترب لإسعاف هؤلاء المصابين من مدنيين أو من كوادر طبية يتعرض بعدها لإصابات ثانوية. من أوجه المعاناة الأخرى هي أنه وقت كانت تصير هذه الهجمات كانت هي مخططة ومدروسة بشكل كبير، وفيها دعم روسي قوي. فكان في قصف المراكز الطبية القريبة من نقطة الهجوم قبل الهجوم أو بعده، وقصف طرق الذهاب لهي النقاط الطبية. وهذا أمر يعني إجرام فظيع. نحن وثقنا 3 هجمات روسيا تورطت بقصف المراكز الطبية قبل الهجوم أو بعده، بدوما 2018 وبسراقب 2018 وبخان شيخون 2017 أيضا. إذا يعني كان يتم استهدافهم يعني ثم يعني منع إسعافهم وتلقي العلاج المطلوب. سيد بسام، هل يمكن أن يطال التحقيق أو الاتهام القانوني لاحقا أن يصل إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد؟ في الإجابة على سؤالك مباشرة، يبقى رئيس الدولة هو المسؤول الأول والمباشر بشكل مباشر وغير مباشر عن كافة الجرائم التي تحدث في سوريا، لأنه قد علم أو كان من الناحية القانونية كان يجدر به أن يعلم عن هذه الجرائم ويتخذ ويعاقب من هم مسؤولين في هذا الصدد. أمجد عباس على سبيل المثال الذي اقترف أكثر من 54 شخص قتلهم بدم بارد، فجأة تم اعتقاله، ثم مرحلة لاحقة قيل أنه قد تم تصفيته. إذن هو أخذ عقوبة، خلينا نعتبر بهذا الصدد. ولكن مع حادثة الكيماوي وغيرها هناك الكثير من الجرائم التي علم بها النظام وتم إجراء المقابلات التلفزيونية معه وقام بإنكارها
ولم يعني يفند حقيقة بإجابات صحيحة. عندما تم توجيه من أسئلة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أيضا تم، وهذه أمور يعني ندرك تماما أنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا القرار من درجات دنيا إنما العليا، وبالتالي بما فيهم رئيس الجمهورية، وهو أيضا هناك وثائق تثبت أن النظام قد رأس الهرم قد هو من أعطى هذه الأوامر. سأكتفي بهذا القدر منك سيد بسام هو مسؤول عن هذه الجرائم. نظرا لضيق الوقت، وسؤالي الأخير لك سيدة روز، بتمنى أنك تجاوبيني بدقيقة لو سمحتي. يعني الولايات المتحدة فرضت عقوبات وتحركت داخل مجلس الأمن وما إلى ذلك، ما الذي يمكن أن تعمله أكثر الولايات المتحدة في أو واشنطن بهذا الصدد؟ سؤال ممتاز. أعتقد بالنسبة للولايات المتحدة هنالك تدابير عديدة تسعى لمعاقبة فظائع التي اقترفها النظام السوري، والزملاء محقون، فلا تستخدم هذه الوسائل كتكتيك عسكري وإنما لترهيب والتخويف ضد المدنيين السوريين. لقد وضعت الولايات المتحدة عدد من التدابير، منها عقوبات قيصر، والتي أيضا تعاقب استخدام النظام السوري للتعذيب ضد السوريين. هنالك أيضا مجال وفسحة للمزيد من العقوبات ضد المسؤولين السوريين، وكذلك المسؤولين الروس الذين انخرطوا في هذه المسائل، ومعاقبة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الفظائع. هنالك دعم لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي سياسة أساسية للولايات المتحدة. بعتذر عن ضيق الوقت، بشكركم ضيوفي روان سمان عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبسام طبلية الخبير في القانون الدولي، وكارولين روز كبيرة باحثين في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة.